السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف سبحان الله، يعني النهاردة الجزء الأول الله عز وجل يقول: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان الله لما تشوف ابتداء سيدنا إبراهيم والهم الذي حمله سيدنا إبراهيم، يعني وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله؟ شوف سبحان الله الذي كان يحارب قوما وكسر الأصنام وحاججهم في الإله وراء الشمس وراء القمر وراء النجوم، وألقي بالمنجنيق فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعله الله عز وجل عليه بردا وسلاما. سبحان الله، يعني دي لعل أكثر آية اليوم أثرت فيه. هو أنت همك إيه؟ يعني أنت همك في هذه الحياة التي يعني لا تعلم ما تبقى لك فيها، وأنت ترتع وتلعب وبتعمل كل اللي أنت عايزه سبحان الله، ولعلي ترى يعني لعلك تراني اليوم ولا تراني غدا. فأنت إيه اللي أنت حملته في قلبك من هم كما حمله اللي الله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فأنت الله إبراهيم بما عمل بما حمل في قلبه من هم، وأقدم على ذبح إسماعيل وترك هاجر في واد غير ذي زرع. أنت ابتليت في إيه؟ أنت همك إيه؟ همك إيه؟ همك الناس تبقى مبسوطة منك وفرحانة بيك وتبقى أذكى واحد ومعاك الفلوس اللي أنت عايزها والمباني اللي أنت عايزها والسيارة اللي أنت عايزها. وأنت إيه الهم بتاعك؟ ما هو همك؟ وبعد كده الهم ده اللي بقى في قلبك وتشبعت به كل جزء في قلبك، هل أنت وصيت به أعز من تملك؟ الله عز وجل قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. سيدنا إبراهيم لما وصى أبنائه. أنت دلوقتي إيه همك في أبنائك أصلا؟ أكبر من اللي هم يتعلموا الألماني ويسافروا بره يدرسوا ويبقوا بيتكلموا بلغة غير اللغة، وتمشي تلاقي الواد ما بيعرفش يتكلم كلمة عربي وما بيصليش ومصاحب وبتاع. أنت إيه همك في أولادك؟ أنت إيه همك في أولادك؟ فأولا همك في نفسك كي تكون مثل سيدنا إبراهيم، وهمك في أولادك الذي وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب. وصاهم بإيه؟ إن الله اصطفى لكم الدين. الله عز وجل اختار لكم هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأنت إيه همك؟ وإيه همك لأولادك؟ فسبحان الله لما الواحد بيقعد يفكر، كل واحد بيدور لابنه على أفضل مدرسة. ليه؟ عشان يتعلم أمور الدنيا ويخسر أمور الآخرة. والواحد سبحان الله بيشوفهم كل يوم وعايش وسطهم. فأنت اقعد تفكر كده، فكر إيه همك في هذه الحياة. إن مت سئلت عليه في عمرك فيما أفنيته، هتسأل عنه. فأنت كان همك إيه؟ الهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا اللي انت بتجري وراها دي الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو ده الذي نبغى أن نموت عليه. نبغى أن نموت على الإسلام وأن يموت أبناؤنا على الإسلام. والله غير كده الدنيا دي ليست شيء. وترى أن كثرة أمور الانتحار في بلاد الإنسان حصل فيها على كل شيء. فإن لم تبتغي في هذه الحياة أن تنال الآخرة، أن تنال مرضات الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فهمك والله العظيم في هباء، ولا الآخرة خير وأبقى. فأنت سبحان الله اسأل نفسك، أنت همك إيه؟ أنت يوم ما تموت، لو مت النهاردة، ماذا سيبقى لك؟ ماذا سيبقى لك؟ وماذا همك لأولادك؟ الله عز وجل تأتي يوم القيامة فيسألك عن الأمانة التي استأمنك إياها: أضيعتها أم حفظتها؟ فأنت سبحان الله، يعني دي الآية سبحان الله اللي النهاردة سبحان الله أكني أول مرة أسمعها. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.